مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء، في هذا الخبر العاجل الذي وردناه الآن، يستعد المنتخب الجزائري لتصفيات كأس العالم 2027 بمواجهة منتخبات جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا. وأثارت اختيارات الاتحاد الجزائري علامات استفهام حول جدوى مواجهة هذه المنتخبات بالضبط. المتتبعون يشككون في دوافع اختيار منتخبات تدعم الطرح الجزائري حول الصحراء المغربية، وغمد الاتحاد الجزائري إلى اختيار منتخبات بلدان يميل سياسيوها إلى مناصرة الطرح الجزائري فيما يخص الصحراء المغربية، حيث تعترف جنوب إفريقيا وبوليفيا بما يسمى بالبوليساريو، إضافة إلى اختيار منتخب دولة أندورا التي تعرف نفسها بأنها آخر المستقلين من الثغر الإسباني. وأكد المهتمون بأن اختيارات الاتحاد الجزائري تحكمها اعتبارات سياسية بعيدة عن الرياضة، مؤكدين بأن هذا النوع من الخصوم لن يقدم للخضر أي إضافة، اللهم إذا كانت تخدم مصالحا سياسية غير معلنة لبلاد الكبرنات. ويزداد الجدل مع عدم حسم هوية خليفة المدرب المقال جمال بالماضي. وقال متتبعون إن السمعة السيئة للكرة الجزائرية قد تبعد المدربين الكبار عن تدريب المنتخب. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلوكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.